لو تحبوا أبيع لكم كلام سهل الكلام يتباع، وسهل دلوقتي أقول لها أنتِ لازم تكمّلي تفتيش وتتصلي بالبنت اللي بيحاول يكلّمها أو بيكلّمها، وبهدلي الدنيا وبهدليه ولمّي عليه أمة لا إله إلا الله. ولكن بخبرتي في المجال ده ما فيش واحدة ست عملت كده وكسبت خطوة قدّام. تقول لك أنا هاتطلّق علشان كرامتي، وبعد أمّا تتطلّق للأسف الشديد أحيانًا والأغلب ما بترتاحش، وكرامتها بتتهان ما بين محاكم وإقسام وقلة قيمة. فالست الحكيمة بتصبر وتعرف إن هو بيمُر بنزوة وهيرجع. لو سألتِ ستِّك أو الناس الكبيرة العاقلة المتزنة هتقول لِك يا بت اصبري عليه، هيلِف يلِف ويرجع لفرشته. ولكن أسهل حاجة في الدنيا خراب البيوت. وارد دلوقتي أقول لِك اتصلي بأهلِك وخلّيهم يعملوا وقفة وعرّيه قدّامهم، ولكن اسألي اللي عمل كده كسب إيه؟ ولا حاجة. سِبتِ البيت ومشيتِ وزعلتِ، هييجي يبوس على راسِك ويقول لِك معلش مش هاعمل كده تاني. هيعرف إنِّك فتّشتِ في الموبايل هيجيب موبايل تاني يسيبه في العربية. العلاقة بين ربنا بتقل وبتزيد، ما بالِك العلاقة ما بين العباد وبعض، واحد ومراته. أحيانًا الاعتياد بيقتل المشاعر، والزوجة في أول 4، 5 سنين جواز بتنشغل بالعيال وبتنسى جوزها، فبتأثّر وهي مش حاسة.